لابد أن تبحث العلم وتمشي به، وأن تطلب العلم. انظر، العلم الآن متاح لنا بطرق كثيرة، بطرق شتى، لأن التكنولوجيا تقدمت. في الأول كان الإنسان يركب ويطلب العلم على ظهر البعير، يمكن أن يمشي ويستمر في المشي شهورا طويلة لطلب حديث أو حديثين. ولكن الآن الإنترنت، انظر، تستفيد به عن طريق العلم، يخدم للعلم. هذه نعمة من نعم الله إن استفدت على الطريقة المستقيمة. نعمة من نعم الله. تجد كتب الأمهات كلها في الإنترنت، ممكن أن تستفيد به. ممكن الشيخ كل مرة يجلس في المسجد ويشرح الأحاديث وحلقات التعليم المستمرة، لكن على الإنسان أن يطلب العلم. فطلب العلم فريضة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي معنى الفريضة؟ بعض الناس يعتقدون أن طلب العلم حاجة بسيطة اختيارية. لا، طلب العلم فريضة. وما معنى الفرض؟ الفرض في اللغة العربية ما يثاب على فاعله ويعاقب على تاركه. إذا تركت طلب العلم فأنت آثم، وإذا طلبت العلم فأنت مأجور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا فريضة كالصلاة والصوم والحج، فريضة تجب عليك على كل يوم أن تطلب العلم وأن تحاسب نفسك. ماذا استفدت اليوم؟ كم حديث وكم آية من القرآن استفدت اليوم؟ وكم آية فهمت معناه؟ ولكن ليس لنا مفكرة يومية. لا يهم كم نستفيد من العلم، ولكن المهم أن نحاسب أنفسنا بالدولار وبالبنك. كم استفدت اليوم من القروش؟ العلم أغلى وأجل من القروش. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب العلم، وأنت تقول إني أحب رسول الله، فتفقد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله في تصرفاته. تقول أحب رسول الله، إن المحب للمحب مطيع. أين أنت تقول أحب بالشفاعة، ولكن براتيكالي تطبيقيا لا تحب رسول الله؟ هل طلبت العلم؟ هل في برنامجك أن تأخذ دروسا أسبوعية؟ أعتقد كثير من الناس لا يهتمون لهذا الجانب. ولكن إذا سألت وتقول هل تحب رسول الله؟ يقول نعم أنا أحب رسول الله. فلا شك أننا نحب رسول الله لأننا مسلمون، لا شك في ذلك، ولكن لا بد من التطبيق. بالدم بالروح نفديك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ولذلك الرائل الأول من المسلمين الذين طبقوا هذا الحب كانوا قوة لا يستهان. فلذلك دائما كانوا يبحثون عن العلم، وكانوا قوة استفاد منها المسلمون. الإمام الشافعي، وكلنا نعرف من هو الإمام الشافعي. ماذا كان يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ كان يقول من يريد الدنيا فعليه بالعلم. انظر، الإمام الشافعي كان رجلا من كبار العقلاء، كان رجلا عبقريا، الكل يتفق على ذلك. يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم. انظر، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد بهما فعليه بالعلم. إذن العلم ضروري للحياة. الإنسان الجاهل هل يمكن أن يجد أي وظيفة في هذا العالم المتقدم في أوروبا وأمريكا؟ لا. أول شيء يسألونك ما هي الشهادة التي تحملها؟ إذا أنت لا تحمل إلا شهادة الميلاد فليس لك حظ في هذا العالم المتقدم. إذن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، لأن الصلاة والصوم والحج والإسلام كله لابد أن تعرف ماذا تعمل. ماذا تعمل لابد أن تعرف. إذا كنت تصلي كما يصلي الناس ولا تعرف كم أركان الإسلام وكم أركان الإيمان، صلاتك ماذا هي؟ تقليدية.
يعمل ما يعمله الناس. إذن وعمرك قد جاوز الأربعينات. بعض الناس إذا سألته ما هي أركان الصلاة لا يعرف، ما هي سنن الصلاة لا يعرف، خلاص أصلي كما يصلي الناس. هذا لا يمكن أبدا، لابد أن تتعلم كم أركان الإسلام، كم أركان الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي سنن الصلاة. إذا من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد بهما الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. إذا العلم ضروري في كل حياته، في كل تصرف. العلم أفضل شيء أنت داخره، فلا تكن جاهلا يستورث الندم. تعلم العلم واجلس مجالسه، ما خاب لبيب جالس العلماء. إذن علينا أن نعرف قيمة العلم. هؤلاء كبار، الرائل الأول من المسلمين علينا أن نقتدي به. ومن الحكماء، من حكماء الرائل الأول كانوا يصورون لنا الإسلام، كانوا يصورون لنا العلم في حكمة، ويقول لنا العلم كنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكرك لو ذهبت. لو ذقت حلواه طعما، العلم له لذة، لو ذقت حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. ولا يشغلك هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، وتفقد إن جهلت، وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت. انظر، الإنسان العالم حتى إذا مات اسمه باقي. الآن الإمام الشافعي نذكرها يوميا رحمه الله، الإمام مالك نذكرها يوميا رحمه الله. لماذا؟ الإمام ابن حنبل، الإمام أبي حنيفة، كأننا نعتقد أنه ماتوا من أمس، ولكن قبل مئات السنين.